معاكم على الهوا من بحيرة قارون ومن الفيوم، وفعاليات لمهرجان للفيوم ينطلق في أول دوراته. كان حلم لكن دلوقتي بيشوف النور. الحلم ده كان وراه مجموعة من المجاهدين في المجال السينمائي والفني، لأن فكرة المهرجانات مش مجرد بس احتفالية، لكنها الحقيقة بتعمل وهج سينمائي، بتعمل وهج ثقافي. واختيار الفيوم كان اختيار متميز. هي مدينة مصرية قديمة كانت دائما معاصرة لفنون كتيرة، وهنا في فنون معاصرة وأفلام خاصة بالبيئة. الحقيقة من خلال دينامو كان وراء الفكرة حتى ظهورها للنور مدير المهرجان سيد عبد الخالق. يعني نقول مبروك للانطلاقة الأولى. والله أنا بقول مبروك للفيوم. هي صاحبة المهرجان وإحنا زي ما تقول الضيوف يعني. المدينة هي فيها كل المقومات اللي تخليكي تعملي السينما، فيها طبيعة، فيها مية، فيها خضرة، فيها ناس بقى على مستوى عالي جدا من الطيبة يعني. فهي الفيوم هي اللي تستحق ان احنا نقول لها مبروك النهارده. يمكن هنا في مجموعة من الفعاليات طبعا على رأسها المسابقات المختلفة وفي فعالية لأفلام فلسطين، والنهارده في افتتاح لسه هيبدأ وهنبدأ نتابعه معاكم. أهم النقط اللي أنت كنت حريص قوي على إنها تبقى موجودة النهارده في الافتتاح. الحقيقة ان احنا كنا مركزين ان احنا نختار الموقع نفسه يبقى موقع يعني ليه خصوصية، وطبعا احنا ساعدنا في ده معالي المحافظ الفيوم والنائب انه الموقع ليه خصوصية، فنقدر نيجي في مكان جديد. مش فكرة بس انه اوبن اير، هو كمان جزء من البحيرة، بيعتبروه جزء من المحميات الطبيعية اللي هنا يعني. فهي منطقة ليها خصوصية شديدة. كمان هي منطقة رملية كويس، يعني جبل يعني، فاحنا كأننا قاعدين في واحة حقيقية، هي واحة. فاحنا كنا قاصدين ده لأن الفيوم واحة، فمش عايزين نفقد المعنى ده واحنا بنعمل افتتاح، وخصوصا اول افتتاح. يعني يمكن الافتتاحات الجايه نخش جوه، يعني نخش جوه قاعة عشان ما يسعش وكده، لكن المرة دي التجربة لازم. بس حاولتوا الميعاد، لأن طبعا ربنا يكتر مهرجاناتنا، لكن من 25 نوفمبر ل 30 بعد القاهرة تقريبا مباشرة، وقبل الدخول في مهرجانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية مهرجان جدة بعد كده. يعني حاولتوا تلاقوا الميعاد ده، كان يعني انت مقرره من بدري ولا الميعاد اتفرضته عليكوا أجندة المهرجانات المختلفة؟ هو كان يعني في تنسيق طبعا مع أجندة المهرجانات، لأن احنا ما ينفعش نشتغل لوحدينا، بس احنا كمان كنا عايزين نبقى بعد القاهرة، بعد مهرجان القاهرة. والحقيقة ان احنا استفدنا من زخم مهرجان القاهرة، لأنه الناس عارفة لما بيبقوا كأن الناس كلها اليومين دول بيتكلموا على السينما، فاحنا الحقيقة استفدنا من زخم القاهرة، فده كان ميعاد مفيد. يمكن هقول لك توعد ايه المشاهدين. الناس كلها بتقول لك افلام للبيئه، مهرجان نوعي، بيبقى فيه كده ميس اندرستاندينج او عدم فهم لطبيعه الموضوع. يمكن انت تجربتك في مهرجان اسوان قويه، والناس فهمت والناس تفاعلت. هنا توعد الناس بايه؟ فكره الافلام البيئه واللي بتعمل على ان هي تدعم قضايا البيئه والحفاظ على البيئه. والله انا اللي اقدر اقوله ان احنا لو اشتغلنا على الملف بتاع الفيوم كمنطقة جذب للتصوير بشكل عام، دي فكرة هتبقى عظيمة جدا. اولا الفيوم قريبة من القاهرة جدا، فيها لوجستيات تساهم في ده جدا، فيها طبيعة تسمح بده جدا، فيها مساحات فاضية كبيرة، وفيها كل انواع الانشطة الاقتصادية. دي الحاجة اللي احنا بنقول انها لو اتعملت هتبقى حاجة جميلة. وانا لما رحت اسوان كان عندي نفس الاهداف. والحقيقة ان جامعة الفيوم هنا ليها خصوصية بقى شديدة جدا. جامعة الفيوم ليها تأثير كبير جدا جوه المجتمع الفيومي. يمكن بنتمنى لكم كل توفيق. احنا موجودين معاك هنا في الفيوم، وانا عارفه ان الموضوع بالنسبه للحقيقه مخرجنا الاستاذ سيد عبد الخالق بيبقى مش بس كده، بيبقى فيه ورش وبيبقى فيه فعاليات، وده برضو هنا سمه من سمات مهرجان الفيوم. واعتقد هيبقى فيه تفاعل برضو لاهل المكان مع كل الاحداث، وانتم كمان عاملين حاجه خاصه وقسم خاص او فعاليه لفلسطين وعرض الافلام، فاعتقد هيبقى الموضوع متكامل. بنهني التهنئه الاولى، وان شاء الله كده تبقى انطلاقه قويه ان شاء الله. ميرسي جدا، ميرسي يا رباب جدا. شكرا ليك. متابعين مع كل مشاهدينا كمان انطلاقه مهرجان الفيوم، فخليكم متابعين.